النهاردة هحكي لكم عن زينة رمضان. جوجو وسمسم كانوا عايزين يجيبوا زينة رمضان. واحنا هنجيب زينة رمضان امتى؟ مش عارفة يا جوجو، بس رمضان فعلا قرب. ما تيجي نسأل ماما. ما هو احنا مش هنجيب زينة رمضان؟ طبعا يا حبيبتي هنجيب، ده رمضان قرب قوي. بس احنا اللي هنختار المرة دي. تمام، بس عايزين نفكر احنا ليه اصلا بنشتري زينة رمضان. واللي دايما بنجيب في نص رمضان عشان كل ما ننوره نفتكر نعمل خير. عارفين الفانوس زمان كان الناس بتستخدمه عشان ينوروا بيه الطريق. يعني رمضان بيبدأ لما الهلال بيطلع، صح؟ صح، عشان كده الهلال بيفكرنا ببداية جديدة ونحاول نكون أحسن. وحلوة قوي إننا نبدأ رمضان بحاجة بسيطة وحلوة ونعود نفسنا عليها، زي الابتسامة والكلمة الحلوة، وإننا ندعي ربنا كتير قوي بأي حاجة نفسنا فيها، ونطلع صدقات كتير قوي للمحتاجين، وإننا نقرأ القرآن، وطبعا نحافظ على صلاتنا. ما احنا عايزين نجيب نجوم كتيرة قوي. أكيد يا حبيبتي، وعايزين نتعلم كمان ما نزعلش من بعض بسرعة ونسامح بعض. تمام، انا هرتب الزينة. وانا هعلق. خليكوا فاكرين دايما ان الفانوس بيفكرنا نعمل خير، والهلال بيفكرنا ان دايما في بداية جديدة، والنور اننا نقرب من ربنا. الزينة مش بس عشان نتفرج عليها، دي رسالة تفضل قدام عينينا طول الشهر. انا حاسة ان رمضان دخل البيت. الله، شكل الزينة حلو قوي. لازم نكون جاهزين للشهر الكريم. كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم. توتة توتة خرست الحدوتة.